السلام عليكم يا جماعة، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير بعد ما قعدنا كده وهدينا بعد الفضيحة اللي حصلت امبارح من المنتخب المصري وخروجه من دور ال 16 من كأس الأمم الأفريقية على إيد الكونغو الديمقراطية. قعدت كده بالراحة وأفكر بهدوء. يا جماعة، هي الأيام بتعيد نفسها؟ ولا أنا نايم وبحلم بكابوس؟ ولا الأيام بتكرر نفسها؟ أنا حاسس إن أنا بعيش نفس الأيام، نفس الأيام بالظبط اللي عشتها في 2019. هي نفس الأيام اللي بعيشها في 2024. ولا كأن عدى 5 سنين، ولا كأن عدى سنة واحدة حتى. يا جماعة، هو في إيه؟ هو في إيه؟ هو إحنا ليه يا جماعة ما بنتعلمش من أخطائنا؟ ليه يا جماعة ما بنطورش المنظومة بتاعتنا؟ ليه يا جماعة ما بنحاولش نشتغل صح؟ ليه يا جماعة ما بنقفش على السلبيات موجودة فين ونعالجها يا جماعة؟ انت لو جيت سألت اي واحد في الشارع المصري ايه السلبيات الموجودة في الكرة المصرية، هيقول لك السلبيات كلها. هيقول لك السلبيات واحدة واحدة ويفنطهم لك. وده واحد من الجمهور العادي. ليه احنا يا جماعة مصممين دايما نمشي غلط؟ ليه احنا يا جماعة مصممين ان ادارة الكرة المصرية تكون دايما نفس الوجوه؟ ليه احنا يا جماعة الوجوه اللي دايما بتثبت فشلها في الكرة المصرية هي اللي دايما موجودة، وهي دايما اللي بتاخد الثقة بعد كده على الرغم من فشلها عدة مرات؟ ازاي يا جماعة اشوف اللي حصل في 2019 وما اتعلمش منه اي حاجة عشان اروح اكرره بعديها ب5 سنين في 2024؟ تعال بص كده على 2019 و2024، هتلاقي تشابه كبير جدا ما بين الموقفين وما بين البطولتين. مصر في 2019 خرجت من دور ال 16 في ملعبها على ايد جنوب افريقيا، واحنا في 2024 خرجنا من دور ال 16 في كوت ديفوار على ايد الكونغو الديمقراطيه. وسواء الكونغو الديمقراطيه او جنوب افريقيا هم فرقتين اساسا في المتناول، وفرقتين مستواهم من وجهه نظري اقل من المتوسط ان هم يخرجوا منتخب مصر. دي النقطه الاولانيه، وده اوجه التشابه الاولاني. اوجه التشابه الثاني، في 2019 حصلت ازمه كبيره جدا وحوار كبير جدا على قصه عمرو ورده اللاعب المتحرش اللي كان لعيبه المنتخب كلها بتدعم لاعب متحرش لفظا وفعلا وعمالين يدعموه وبيقولوا للجمهور اللي راح يشجعهم في الاستاد بيقولوا له هس. الجمهور اللي راح يشجعهم في الاستاد كان بيتقال له هس من اللعيبه اللي كانت بتدعم المتحرش عمرو ورده. في 2024 أزمة محمد صلاح الكبيرة، ومحمد صلاح مسافر انجلترا ولا قاعد مع المنتخب، ونسينا المنتخب وقعدنا نفكر في محمد صلاح، وأزمات كبيرة وإدارة الملف كله بشكل خاطئ من أول اتحاد الكورة لغاية أصغر واحد في المنتخب. وكلنا نسينا كل حاجة وقعدنا بس نتكلم على محمد صلاح قبل ليلة مباراة مهمة جدا ومباراة حاسمة للصعود هي مباراة كاب فيردي. كل اوجه التشابه دي بتقول لك ان احنا ما بنتقدمش خطوه، ان احنا واقفين زي ما احنا، وان احنا غرقانين في الوحل، وان احنا مبسوطين بالوحل اللي احنا غرقانين فيه. لما اشوف يا جماعه ان البطولتين ما كانش معايا مدير فني تقريبا واقف بره الخطوط سواء خفير اجري في 2019 او 2024 مع روي فيتوريا، لا يبقى في حاجه غلط. لما اجيب مدير فني ياخد 200 الف دولار في الشهر علشان في الاخر يخرج من دور ال 16 من كاس الامم الافريقيه، يبقى في حاجه غلط. يبقى انا بدير المنظومه غلط. لما واحد مصمم على نفس الاخطاء اللي اتكلمنا عليها، لما واحد مش عارف الملاعب الافريقيه، مش عارف الاجواء الافريقيه، مش عارف يكاتشن اي مباراه، مش عارف يفرض سيطرته على اي مباراه، ودايما هو رد فعل للخصوم، ودايما انا اللي بتاخر في النتيجه وهو ما بيكونش غير رد فعل وعن طريق رجوله اللعيبه مش عن طريق تكتيك في الملعب، يبقى في حاجه غلط. لما يكون مدير فني ما شفتش منه ولا جمله في 4 ماتشات، يا جماعه انا بلعب 4 ماتشات في البطوله، ما شفتش جمله واحده بتتعمل. ايه الدور اللي كان بيلعبه مثلا حمدي فتحي والنني في مباراه امبارح؟ ايه الدور؟ يعني قول لي النني وحمدي فتحي كنت انت قايل لهم ايه يعملوا ايه في الملعب؟ انت كنت بتلعب امبارح 4-3-3، مروان عطيه 6 وحمدي فتحي والنني المفروض الاثنين 8. حمدي فتحي كان بيلعب ناحيه الشمال مع فتوح وتريزيجيه، والنني كان بيلعب ناحيه اليمين مع هاني وزيزو. ايه الدور بقى اللي كان مطلوب من حمدي فتحي ومن النني؟ ايه المسانده الهجوميه اللي عملها حمدي فتحي والنني مع الثلاثي الهجومي؟ انا ما شفتش اي حاجه، ما شفتش اي حاجه.
ما شفتش جمله واحده يا جماعه، ما شفتش جمله واحده. انت عمال تلعب طول الوقت عرضيات، وعمال تعرض في كوره مع فرقه كلها اطوال، مع كرات سهله جدا ليهم، وعرضيات ما بتوصلش اساسا للمهاجمين بتوعك اللي هو مصطفى محمد بس اللي واقف. ما فيش غير كوره واحده بس اللي راحت لاحمد حجازي ولعبها فوق. غير كده احنا عاملين نلعب عرضيات وخلاص. احنا ما بنعملش حاجه في الملعب. ما حاولش مثلا تخترق من العمق مثلا، يعني فكره اهي، تخترق من العمق، تجمع لعب في حته وتلعب في المساحه اللي فضيت. مفيش اي حاجه يا جماعه بتتنفس في الملعب. انا ما شفتش اي جمله بتتنفس في الملعب. احنا لو بنلعب بدون مدير فني هيبقى في تكتيك وفي جمل عن كده. انا ما اقدرش الوم اللعيبه امبارح. اللعيبه عملت كل اللي تقدر عليه لان هي ما عندهاش مدير فني. اللعيبه بتلعب بروحها، بالرجوله، بان هم عايزين يعملوا حاجه لبلدهم. اللعيبه بتلعب بده، واللعيبه ادت اللي عليها امبارح. كل اللاعبين، ما اقدرش الوم اي لاعب امبارح. لكن انا عندي ثغرات واضحه جدا للجميع، زي مثلا الثغره اللي موجوده ناحيه الشمال. احمد فتوح، انضمام احمد فتوح وانضمام محمد صبحي للمنتخب يا جماعه دي كارثه قوميه، دي كارثه في حد ذاتها. ازاي يضم واحد محمد صبحي اللي ما لعبش ولا دقيقه السنه دي مع نادي الزمالك واضمه للمنتخب علشان يلعب مع المنتخب؟ وازاي الحارس ده يلعب في الماتش الودي اللي قبل البطوله مباشره، في حين ان انا مش هعتمد عليه اصلا، ولما اتصاب الشناوي اعتمدت على ابو جبل؟ طب انت ليه ما لعبتش ابو جبل في الماتش الودي اللي انت كان ممكن تعتمد عليه في حاله اصابه الشناوي، عشان تجهز ابو جبل للمباريات، عشان تدي ابو جبل مباراه على الاقل قبل البطوله؟ ليه ما عملتش كده؟ كمان النقطه الثانيه في احمد فتوح يا جماعه. احمد فتوح لعب شوط في ماتش جاب فيردي واتصاب وخرج، ولعب شوط في ماتش الكونغو الديمقراطيه واتصاب وخرج. ده معناه ايه؟ معناه انه اللاعب مش جاهز. انت بتضم لاعب مش جاهز للمنتخب؟ يعني انت خلاص الدنيا ضاقت بيك وعمال تقول لي انا جاي عشان اطور الكره المصريه، انا جاي عشان اطلع جيل جديد. فين الجيل الجديد اللي انت جبته؟ طب ما كنت تجيب حد صغير في الناحيه الشمال، يمكن نكتشف باك شمال جديد لمنتخب مصر. لكن مفيش، افلاس فكري، بيستسهل وخلاص. بيستسهل ان هو يجيب اي لاعب والسلام. مين احسن واحد في الدوري المصري حاليا بيلعب باك شمال؟ محمد حمدي بتاع بيراميدز، هاته. احمد فتوح بتاع الزمالك اللي بقاله اكتر من شهرين ما لعبش، هاته. ويلا مش مهم جاهز مش جاهز، يلا مش مهم. والناحيه الشمال كانت ثغره في منتخب مصر طول البطوله، حتى وانت في وسط البطوله ما فكرتش تحل الثغره دي. طب فكر، حاول تلاقي اي حل ليها، حاول تشوف عمر كمال ناحيه الشمال، حاول تعمل اي حاجه تحل الثغره اللي موجوده ناحيه الشمال اللي كان بيستغلها كل منافسيك. كانوا عارفين ان النقطه دي نقطه ضعف في منتخب مصر، وكانوا الكل بيركز عليها. وللاسف قدروا كويس جدا يستغلوها. اغلب الفرق اللي لعبت قدامك قدرت كويس جدا تستغل ناحيه الشمال. عملت انت ايه بقى؟ ما عملتش حاجه. ولا جمل، ولا تكتيك، ولا سد ثغرات في الملعب، ولا اي حاجه بتتقال للعيبه. كله مجهود فردي، وكل الاجوان جبناها بمجهود فردي للاعبين وبروح اللاعبين في الملعب، مش بتكتيك فني ولا روي فيتوريا ولا اي حاجه. كمان التغييرات يا جماعه، الراجل ده عمل تغييرات انا مش فاهم. يعني انت ماتش دور ال 16 في بطوله حاسمه زي دي تنزل لي محمود حماده مكان مروان عطيه؟ اللي هو ازاي يا عم؟ ازاي يا عم؟ ازاي حرام عليك؟ ده محمود حماده ما لعبش معاك دقيقه في البطوله. اول ما يلعب ماتش دور ال 16 وانت مطرود منك واحد، والمفروض ان انت بتلعب عشان تكسب. ازاي يا عم؟ كمان في تغييره تانية فرقت معايا جدا، هي مهند لاشين مكان النني. ومهند لاشين قدم ايه للمنتخب يا جماعه عشان ينضم اصلا للمنتخب؟ يعني مهند لاشين ايه اللي عمله لمنتخب مصر عشان يرجع ينضم تاني للمنتخب؟ وبعدين انت بتضم لاعب في الوقت الاضافي، والمفروض ان انت داخل على ضربات جزاء وعارف كويس جدا ان اللاعب ده مش هيشوط ضربه جزاء، عشان هو لما ضيع في نهائي بطوله افريقيا في 2021 قدام السنغال جات له عقده من الموضوع وقال ان انا مش هشوط ضربات جزاء تاني. منزله علشان يشوط ضربه جزاء، علشان يرفض يشوطها ويشوطها ابو جبل اللي هو المفروض ما يشوطهاش، وبالتالي تضيع وبالتالي نخسر البطوله. يا جماعه اللي حصل في ضربات الجزاء ده كمان نتاج طبيعي جدا لكل الاخطاء اللي اتعملت في المنظومه. انت عملت كميه اخطاء رهيبه في المنظومه. انت مستغرب ليه من اللي حصل في ضربات الجزاء؟ ده طبيعي جدا يا جماعه. الكوره كان ابو جبل بيقرا اللي مكتوب على الازازه، بيتقال له ان اللاعب ده بيشوط ناحيه الشمال بيروح ناحيه اليمين. ابو جبل كان محذوف يمين، كل الكرات طالعه ناحيه اليمين. ما هو ده جزء من المنظومه، ده طبيعي، ده نتاج طبيعي للغلط اللي بيحصل في المنظومه او غلط اداره المنتخب من قبل البطوله ما تبتدي. مستني ايه؟ مستني ايه ان لاعب يقول لك انا مش هقدر اشوط ضربه جزاء وانت تتفاجئ؟ يا عيني انا اتفاجئت ان انت مش هتشوط ضربه جزاء.
طب هنفترض معاك جدلا ان ابو جبل سددها ودخلت، كان فاضل لاعب واحد هو اللي هيشوط، كان هيبقى مهند لاشين يخش يشوط، فانت في كل الحالات كنت هتشوط. بس انت نصيبك بقى ان ابو جبل ضيعها فما جاش الدور عليك. انت عارف كده بتنزله ليه؟ ما ينزلش، ما ينزلش، ما ينزلش، سهله. اللي موجود في الملعب يكمل. محمود حماده يا جماعه جات له كره جوه السته، كره جايه له بيتزحلق وبيقع وبيتكعبل، بس انا ما اقدرش الوم على محمود حماده، انا بلوم على اللي رماه في النار، اللي ما لعبوش اي ماتش معاه وفي الاخر جاي يرميه في ماتش زي ده، وخو يلا بقى وريني هتعمل ايه، رميه في النار. بس الحق يقال كمان ان انت ما تستحقش حاجه من المباراه دي، وتستحق تخسر البطوله دي، وما تستحقش تكمل، لان انت مش ماشي صح، انت ماشي غلط. ولو ما كنتش خرجت امبارح كنت هتخرج في الماتش اللي بعده، ولو ما كنتش خرجت في الماتش اللي بعده كنت هتخرج في الماتش اللي بعده. بس كان مستحيل ابدا انك تاخد البطوله دي. وانا عن نفسي مش زعلان خالص ان منتخب مصر خسر، لان دي نتيجه طبيعيه. انت لما تعمل كل حاجه غلط اوعى تستنى نتيجه مختلفه، اوعى تستنى ان انت ممكن في يوم من الايام تنجح. لا يمكن هتنجح طول ما انت مدور المنظومه لمصلحه نادي واحد ولخدمه نادي واحد، وطول ما انت يا حازم يا امام بتتوسط لروي فيتوريا علشان يتوسط لنادي الزمالك عند النادي البرتغالي سبورتنج لشبونه علشان غرامه شيكابالا عشان رفع القيد بتاع نادي الزمالك. يعني بدل ما المدير الفني لمنتخب مصر يركز في البطولة اللي هو داخل عليها ويبص أكتر على لعيبة الدوري المصري ويحاول يطلع لعيبة صغيرة في السن عشان معدل الأعمار ينزل شوية بالمنتخب، لا أروح أنا أقول له معلش عشان خاطر يروح يتوسط لنادي الزمالك عشان يرفعوا القيد، عشان يرفعوا الكفو كده عن نادي الزمالك. لا والله ونعم، لا والله ونعم. والراجل مش خاسس عليه حاجة، الراجل بيجي آخر كل شهر بياخد 200,000 يورو وعلى قلبه زي العسل، مش فارق معاه. إحنا اللي هبل، إحنا اللي بيضحك علينا. وتيجي تقول لي في الآخر عايز المنظومة تنجح، تيجي لعيبة من نادي الزمالك تخرج من معسكر المنتخب القومي علشان تروح تلعب كاس لوسيل، وفي الآخر عايز المنظومة تنجح، وأنت بتجامل نادي الزمالك وبتجامل نادي واحد اللي هو نادي الزمالك، وعايز المنظومة تنجح، وعايز المركب تمشي، وعايز الدنيا تبقى زي الفل. لا يمكن المنظومة هتنجح، لا يمكن. ودايما من فشل لفشل، طول ما انت بتجامل وطول ما انت بتخدم نادي واحد بس وهدفك كله هو خدمة نادي واحد بس على حساب المنظومة، انسى. طول ما انت عندك ديون لنادي الزمالك لاتحاد الكورة 130 مليون جنيه ما بتاخدش منهم جنيه عشان ده نادي الدولة وما ينفعش ناخد منه فلوس، بدل ما تاخد منه الفلوس دي وتطور بيها الكرة المصرية، لا، قررت ان انت تجامل نادي الزمالك كالعادة وما تاخدش الفلوس دي عشان تصرفها على الكرة المصرية وتولع الكرة المصرية ويولع المنتخب القومي. المهم نادي الزمالك ما ينضرش، طالما معهوش فلوس ما يدفعش ويأيد لعيبة، في حين ان كل أندية مصر لما بتيجي تأيد لعيبة لازم تبقى دافعة كل المبالغ اللي عليها قبل ما تأيد لاعب واحد، وعادي وماشية وزي الفل وتمام يا باشا. تمام يا باشا، الدنيا بيس وزي الفل يا باشا. ايه يا جماعة، ايه يا جماعة، لامتى هنفضل كده؟ لامتى هنفضل كده؟ لامتى هنفضل نفس الوجوه بنشوفها في اتحاد الكورة؟ لامتى هنفضل بنخدم نادي واحد بس؟ لامتى؟ قولولي لامتى؟ محمد صلاح، محمد صلاح وقصة محمد صلاح، ومحمد صلاح رجوعه لليفربول والتخبط الإداري الكبير اللي حصل في المنتخب. الغلطة من البداية هي غلطة المسؤولين عن الكرة المصرية. انت طلعت قلت للناس في الأول محمد صلاح هيغيب ماتشين، فالناس عملت حسابها ان محمد صلاح قاعد من المنتخب هيتعالج هيغيب ماتشين. مرة واحدة لقينا يورجن كلوب اللي هو المدير الفني بتاع ليفربول هو اللي بيقول لنا ان محمد صلاح راجع انجلترا، والاتحاد الكوره ما قالش اي حاجه. مستني من الناس ايه؟ ما طبيعي تقول على محمد صلاح ان هو بيهرب من المنتخب. مستني ايه؟ ما هو انت طلعت قلت لي ده واحد قدامه ماتشين ويرجع، بعد كده بعديها بيوم بالظبط اكتشف ان يورجن كلوب بيقول ان احنا اتفقنا مع الاتحاد المصري ان هو هيرجع يكمل علاجه وممكن لو خف ومصر كملت في البطوله يرجع تاني للمنتخب. مستني انا افهم ايه كجمهور مصري؟ ما طبيعي افهم ان اللاعب ده هرب من المنتخب القومي.
طالما انت ما صرحتنيش في البدايه، ما تقول لي يا عم ان الاصابه كبيره زي قصه محمد الشناوي. محمد الشناوي انت طلعت قلت ان هو لازم يعمل عمليه في المانيا وان الاصابه كبيره وان هو خارج البطوله. سافر المانيا راح يعمل عمليه، حد اتكلم عليه؟ محدش اتكلم عليه. ليه؟ لان انت كنت واضح وصريح وقلت الموضوع من البدايه. لكن ما تطلعش تضحك عليا وتفهمني ان الاصابه بسيطه وان محمد صلاح هيكمل معايا البطوله وفي الاخر الاقيه رايح ليفربول. افهم انا ايه كجمهور مصري؟ ويوم ما يتم انتقاده يطلع وزير الرياضه يعتذر لمحمد صلاح ويقول له ما تزعلش يا صلاح، ده احنا ما كناش نحلم ان احنا يكون عندنا لاعب زيك. طب هل وزير الرياضه ده طلع اعتذر للجمهور المصري بعد الفضيحه بتاعت امبارح؟ طلع اعتذر للشعب المصري بعد الفضيحه بتاعت امبارح؟ هيطلع يعتذر للشعب المصري بعد الفضيحه اللي بتاعت امبارح؟ ولا بيعتذر لمحمد صلاح بس؟ هو يا جماعه هو محمد صلاح صاحب الكرة في المنتخب؟ ما هي طول ما هي ماشيه كده عمرها ما هتنفع، والله عمرها ما هتنفع. محمد صلاح هو صاحب الكرة في المنتخب يعني؟ ما حد يقول لي. وبعدين موقف تاني في المؤتمر الصحفي قبل مباراة كاب فيردي، بيتقال لروي فيتوريا لو انت اخفقت وخرجت من البطولة هل هترحل عن تدريب المنتخب القومي المصري؟ بدل ما روي فيتوريا هو اللي يرد، لا محمد صلاح قام متبرع بالرد وقايل لا مش هيمشي. طب انت بترد عن لسان المدير الفني ليه؟ السؤال مش موجه لمحمد صلاح، السؤال موجه لروي فيتوريا. انت بترد عنه ليه؟ وعايزني في الاخر اصدق ان محمد صلاح مش هو صاحب الكوره، وان محمد صلاح مش هو اللي بيمشي المنتخب، وان محمد صلاح يا عيني فرد من المنظومه. لو هو فرد من المنظومه كان زماننا نجحنا. لو هو فرد بيتعامل زي باقي المنظومه كان زماننا نجحنا. لو هو مش فوق زمايله من اللاعبين كان زماننا نجحنا. لو انت كنت صريح معايا وقلت لي ان اصابه محمد صلاح هتاخد اسبوعين كان زماننا نجحنا. لو انت بتتعامل بشفافيه مع الجمهور المصري كان زماننا نجحنا. ولو انت بتتعامل مع كل اللاعبين زي ما بتتعامل مع محمد صلاح كان زماننا نجحنا. لكن انت عامل تمثال واله اسمه محمد صلاح محدش يقدر يقرب منه، وكل طلباته اوامر، كل اللي هو عايزه اوامر. بيجي المنتخب عشان يحقق احلامه ومستني تنجح. لما يكون واحد بس بيتحكم في المنتخب القومي المصري وبقيه اعضاء اتحاد الكوره ملهمش اي صوت وملهمش اي راي، وهو اللي يروح شخصيا عشان يتعاقد مع روي فيتوريا بدون ما يشير اي حد في اتحاد الكوره المصري، مستني تنجح؟ لا يمكن هتنجح. لما بتكون جايب مدير فني بياخد 200 ألف يورو في الشهر وفي الآخر تكون دي النتيجة، وفي المقابل بشوف مديرين فنيين تانيين لمنتخبات اقل بكتير جدا عامله اداء رائع جدا بتاخد 10000 دولار في الشهر و4000 ونص دولار في الشهر مع المنتخبات بتاعتهم، وانت رايح جايب لي واحد ب 200 الف يورو في الشهر وفي ازمه اساسا في العمله الصعبه في مصر. وعايز تنجح؟ عايز تنجح ازاي؟ عايز تنجح ازاي بعد ده كله؟ عايز تنجح ازاي؟ لا يمكن هتنجح. انت المنظومه دي كلها مبنيه عشان خدمه نادي الزمالك. عايز المنتخب ينجح؟ لا يمكن، لا يمكن. صدقني لو استمريت كده 10 سنين مش هتعمل حاجه. يعني هنرجع لورا يا جماعه، هنرجع لورا. شوف السنغال بقت فين وانت فين. شوف السنغال بقت فين وانت فين. فرق سنين ضوئيه ما بيننا وبين السنغال. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى في المنتخب؟ ايه اللي جرى في الكره المصريه؟ ليه الفساد بقى معشش جوه الكره المصريه؟ ليه؟ ليه؟ في النهايه ده نتاج طبيعي لكل الكوارث الاداريه اللي بتدور بيها الكره المصريه. ومستني تنجح وبقابلني. السلام عليكم.